هيا يا سلمى، لقد وصلنا. كم هي جميلة مدرستك الجديدة يا سلمى. لكنني يا أمي خائفة، فأنا لا أعرف أحدا هنا. أمي، لا أريد دخول هذه المدرسة، أرجوك. لا تقلقي يا بنيتي، فسوف تتعرفين إن شاء الله على صديقات جميلات مثلك، وتجدين معلمات طيبات. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريم زميلتك وأجلس هنا بجوارك. أهلا بك يا مريم، وأنا سلمى، وقد انتقلت إلى هذه المدرسة حديثا، لذا لا أعرف أحدا هنا. إذا هل تقبلينني كأول صديقة لك؟ حقا أشكرك كثيرا، وأتمنى أن أكون أنا أيضا صديقة لك. من التي تجلس معها مريم هناك؟ ربما انتقلت حديثا إلى مدرستنا. مريم، مريم، لم لا تجلسين معي؟ هيا يا سارة، تعالي لأعرفك على صديقتي الجديدة. لا أريد أن أتعرف عليها. إنها طيبة ولطيفة. هيا يا سارة. اذهبي إليها أنت، أنا لا أريد التعرف على أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن يا صغيراتي؟ الحمد لله. تعالي يا سلمى، أنا معلمتك. أشرف بمعرفتك يا معلمتي. يا لك من فتاة مهذبة، بارك الله فيك. أود أن أعرفكن على زميلتكن الجديدة سلمى. سلمى. أتمنى أن تجد سلمى منكن كل الود والحب، وهذا عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا الله، إذا برفض التعرف على سلمى أكون مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد انتهاء الحصة سوف أذهب إليها وأطلب صداقتها. أهلا بك يا سلمى، أنا سارة زميلتك في الفصل، وأتمنى أن نكون صديقتين. أهلا يا سارة، كم أنا سعيدة بصداقتك. أمي. أهلا بك يا سلمى، كيف حالك وكيف كان يومك بالمدرسة؟ أنا أحببت هذه المدرسة جدا يا أمي، وأود الذهاب إليها كل يوم، فلقد تعرفت على 3 فتيات معي بالصف، وهن الآن